مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل مهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يغلق بيبانه امام رحيل احمد مصطفى زيزو عن الفريق في الصيف القادم لاحتياج النادي لخدمات اللاعب في الموسم الجديد، ويؤكد بان كل ما يقال عن تفكير النادي بالتخلي عن خدمات زيزو لا اساس له من الصحه وعباره عن اجتهادات صحفيه ومجرد شائعات، ولم يتم اقتراح هذا الامر اطلاقا داخل اداره النادي. والاهلي يتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق لعده سنوات قادمه، خاصه وان الجميع داخل اداره الاهلي يعتبر اللاعب احد اهم الاعمده الاساسيه في الفريق الذي سيتم الاعتماد عليها في الموسم المقبل، وان ما يقال بشان تفكير الاهلي بالتخلي عن خدماته لا اساس له من الصحه ومجرد شائعات مستهدفه من جانب الاعلام المنافس للتوقيع بينه وبين النادي. والاهلي يغلق بيبانه امام كل الشائعات بشان رحيل زيزو عن الفريق لثقه الجميع داخل اداره النادي في امكانياته وقدراته على تقديم الاضافه المطلوبه منه مع الاهلي الفتره القادمه. وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي يؤكد بأن هناك اهتمام بالفعل من جانب الأهلي بالتعاقد مع موكله من أجل تولي القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الحالي، ويؤكد بأن الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية حتى الآن، والمفاوضات عبارة عن استفسارات فقط من جانب مسؤول النادي من أجل معرفة إمكانية التعاقد مع موكله لتولي القيادة الفنية للفريق. ولكن حدث أكثر من تواصل من جانب مسؤول الأهلي في الأيام الماضية بدون أي عروض رسمية، وينتظر اتخاذ الأهلي خطوات جدية في المفاوضات معه لدراسة الأمر مع موكله، خاصة وأن جوزيه جوميز ينتهي عقده مع نادي الفتح السعودي عقب نهاية الموسم الجاري، والنادي السعودي يرغب بالتجديد له لمدة موسمين. لكن سنبدأ مناقشة كل العروض بشكل جيد لاختيار العرض الأنسب في حال تقدم الأهلي له بعرض رسمي الأيام القادمة، وأيضا في ظل تلقي عرض من أحد الأندية الإماراتية. لكن سنضع كل العروض أمامنا على الطاولة للمفاضلة بينهم واختيار العرض الأنسب للمدرب خلال الفترة القادمة. ويؤكد بأن موكله قادر على قيادة الأهلي فنيا بشكل جيد بسبب ارتباطه بالزمالك سابقا ومعرفة أجواء الكرة المصرية والإفريقية. وفيما يخص إجابته عن عرض الأهلي فيؤكد بأنه لا يوجد أي مدرب يرفض عرض من نادي بقيمة وحجم الأهلي، فالأهلي نادي بطولات ولديه الكثير من المحبين في كل الدول العربية، والذي يجعل أي مدرب يتمنى الانضمام للنادي، وسيكون من ضمن أولوياتنا بالانضمام له في حال وصول عرض رسمي من جانب إدارة النادي الأيام القادمة، خاصة وأن الأهلي يصنع المدربين ويجعل لهم سيرة ذاتية قوية تساعدهم في مشوارهم الكروي نظرا لرغبة النادي القوية بالفوز بكل البطولات، وهو ما يتمناه أي مدرب في العالم. فالأهلي نادي بطولات ويساعد المدربين على تحقيق إنجازات شخصية وتحقيق كل الطموحات. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف الإعلامي هاني حتحوت لمدة 3 أسابيع بسبب تجاوزاته في حق الأهلي وجماهيره ونشر أخبار كاذبة عن النادي، وتغريم قناة مودر 100,000 جنيه بسبب بيانها الأخير عن تأكيد أخبار المدعو هاني حتحوت عن الأهلي والكابتن محمود الخطيب. أشرف بن شرقي يؤكد لبعض المقربين بالأهلي بأنه لا يمانع الرحيل عن النادي في حال عدم احتياج الأهلي لخدماته، ويؤكد عن تلقي عدة عروض من أحد الأندية القطرية من أجل الحصول على خدماته في الصيف القادم، لكنه ينتظر موقفه النهائي من جانب إدارة الأهلي بشأن مستقبله مع النادي. ويؤكد أيضا بأنه لا يمانع الاستمرار مع الأهلي لعدة سنوات قادمة في حال احتياج النادي لخدماته، أكد له مسؤول الأهلي بذلك، فهو يتمنى الاستمرار مع الأهلي لتحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق في السنوات القادمة. الأهلي ينفي مجددا كل ما قيل في الأيام الماضية عن تفاوض النادي مع هيثم حسن نجم منتخبنا الوطني ولاعب ريال أوفيدو الأسباني من أجل الحصول على خدماته في الصيف القادم، ويؤكد بأن كل ما قيل عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية، ولم يتم اقتراح هذا الأمر إطلاقا داخل إدارة النادي، وأن الأهلي يدرك جيدا صعوبات إتمام الصفقة في الوقت الحالي، خاصة في ظل طموحات اللاعب الاحترافية ورغبته بالاستمرار في الملاعب الأوروبية. وينفي كل ما قيل عن تولي الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس الأهلي المفاوضات والتعاقد أمام الجميع داخل النادي على حسم الصفقة، ويؤكد بأن اسم هيثم حسن لم يكن ضمن الأجندة التعاقدية الذي يرغب النادي بالتعاقد معه في الصيف القادم، وكل ما يقال مجرد شائعات. في محاولات من جانب اتحاد الكرة لتهدئة كل الأمور مع الأهلي، اتحاد الكرة يؤكد في بيان رسمي عن المسؤولية الوطنية والرياضية للحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية، والتأكيد على متابعة اتحاد الكرة كل ما يثار من مناقشات مع رفض أي خلافات قد تهدد وحدة المنظومة.
والدعوة لجميع الأندية للتكاتف في ظل التحديات الحالية التي تواجه الكرة المصرية، والتأكيد على دور النادي الأهلي كأحد أهم الركائز الأساسية في دعم وتطوير كرة القدم المحلية والدولية، واحترام وتقدير جميع الأندية المصرية بدون استثناء مع الالتزام الكامل بالعدالة والحيادية والشفافية خاصة في منظومة التحكيم، بالإضافة إلى أهمية تطوير تقنية الفار لتعزيز الشفافية مع دراسة تنظيمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وفقا للوائح الاتحاد الدولي، وأيضا الترحيب بكافة الآراء والنقاشات من الأندية وممثليها، وذلك للتأكيد على أن اتحاد الكرة بيت لكل عناصر المنظومة ويعمل للصالح العام. ويؤكد أيضا بأن اتحاد الكرة سيلتزم بجميع لوائح الاتحاد الدولي وتعزيز دور اللجان المستقلة والقضائية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، وسيدعو جميع الأندية إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد استعدادات لبطولة كأس العالم بهدف رفع اسم مصر ودعم المنتخب الوطني. مصدر بالأهلي يؤكد بأن هناك ارتياح كبير داخل النادي بعد بيان اتحاد الكرة الأخير والتأكيد عن كامل تقديره للأهلي على مساهمته في تطوير ودعم كرة القدم المصرية، وذلك بعد اتخاذ اتحاد الكرة عدة إجراءات لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأندية ووجود نية لعمل برنامج أسبوع لتحليل الحالات التحكيمية، وهذا ما سبق وطلب به النادي الأهلي. الأهلي يدرس جديا التراجع عن أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة بسماع كل مدار بين حكم الساحة وحكم الفار بشأن أحداث مباراة سيراميكا، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها اتحاد الكرة لتحقيق العدالة بين جميع الأندية وتحويل شكوى ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات بحق الحكم محمود وفا إلى لجنة الحكام وفقا لمطالب النادي. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادات لمواجهة بيراميدز القادمة في الدوري، ويستر بيواصل جلساته مع لاعبي الأهلي لشرح لهم أهم النقاط الفنية والجمل التكتيكية الذي ينوي تطبيقها في المباريات القادمة على أمل الإفادة منها خلال الفترة القادمة، ويطالب جميع اللاعبين بضرورة اللعب بكل جدية لتحقيق الفوز في باقي المباريات المتبقية بالدوري وعدم فقدان أي نقاط مجددا. يستر مدرب الأهلي طالب جهازه المعاون بضرورة متابعة بيراميدز في مواجهته اليوم أمام الزمالك لدراسة الفريق السماوي بشكل جيد قبل خوض اللقاء، ويطالب بضرورة إحضار تقرير شامل عن نقاط القوة والضعف في الفريق السماوي على أمل استغلال نقاط الضعف والحذر من نقاط القوة طوال المباراة، وذلك للعمل على أهم النقاط الفنية والتكتيكية في التدريبات خلال الأيام القادمة للاستعدادات بشكل جيد لخوض المواجهة المرتقبة. أحمد شوبير يؤكد بأن إبراهيم عادل أصبح قريب جدا للعودة للدوري المصري عن طريق النادي الأهلي، ويؤكد بأنه في حال تعاقد الأهلي مع إبراهيم عادل سيكون أشرف بن شرقي خارج أسوار النادي، خاصة وأن أشرف بن شرقي لا يمانع الرحيل عن الأهلي ولديه اهتمام كبير من عدة أندية قطرية بالحصول على خدماته، والأهلي يبحث عن كل الطرق الممكنة لتجنب تكرار أخطاء الموسم الحالي بالتعاقد مع أكثر من نجم مميز في مكان واحد. ويؤكد أيضا بأن إبراهيم عادل لم يتلقى أي عروض من أندية أوروبية في الوقت الحالي، وهو ما يجعل الخيار الأول أمامه العودة للأهلي وعدم الاستمرار في الملاعب الأوروبية في ظل عدم تلقي أي عروض رسمية حاليا. ويؤكد أيضا بأن الأهلي لديه رغبة قوية بضم إبراهيم عادل خلال الفترة القادمة نظرا لإمكانيات وقدرات اللاعب العالية وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة منه مع الأهلي، وإنه حدث تواصل بالفعل من جانب مسؤول الأهلي في الأيام الماضية مع وكيل اللاعب للبحث عن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. الكابتن سيد عبد الحفيظ يستغل كل التصريحات الاستفزازية من جانب الإعلام الزملكاوي طوال الأيام الماضية لمطالبة لاعبي الأهلي بضرورة الرد داخل الملعب، ويطالب جميع اللاعبين بضرورة الفوز بباقي المباريات المتبقية بالدوري وتجنب أي سيناريوهات أخرى لعدم فقدان أي نقاط مجددا، وذلك للرد على الجميع بالفوز والتأكيد على أن الأهلي قادر على العودة من بعيد. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معنا كل جديد عن أخبار الأهلي.